بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اليوم بهذا اللقاء المبارك إن شاء الله في الهضبة، ونحن نلتقي معكم كنشطاء وصحفيين وإعلاميين وكل الطيف الحضرمي. أنتم بتكونوا تابعتوا البرنامج منذ البداية، والموقف موقف عام، يعني مو خافي على حد. قصدي إن احنا نريد يعني كل جهة نعطيها خصوصية ان احنا نفهمهم المطالب واضحة، والمعاناة هي معاناتكم، معاناة كل حضرمي، والمطالب والاستحقاقات هي استحقاقات حضرموت بشكل عام، ليست تخص قبيلة ولا فئة ولا مجموعة ولا طائفة. الحلف هو الدفاع عن هذه المطالب وعن هذا وهو حلف الجميع. المطلوب من المجتمع الحضرمي هو التفاعل مع انفسهم، مو يتفاعلوا مع فلان وكلام، نتركوا الكلام الفاضي هذا كله اللي في الوسط والتشويش والى اخره. هذه أطراف معادية فقدت مصالحها، أو أطراف خارجية مو محضارة، ما يكتبون، ما تطفش الكهرباء عندهم، ما عندهم في معاناة في الحالة المعيشية، ولا معاناة في محروقات وفي غيرها. نحن الحضارة كلنا بكل الطيف الحضرمي، من كل الأحزاب، من كل الانتماءات السياسية، من كل القبل، من كل الشرائح، نحن الحضارة من اللي نكتوي بهذا الوضع. حالة معيشية صعبة، ما تشوفوا كم أسر في حضرموت تعبانة، كم ناس تموت من جوع، ناس تكل من القمامة، ناس ما الأمر ما يحتاج تسيس ولا يحتاج شيء. الأمر مفهوم واضح، أننا نوقف موقف واحد لأجل أنفسنا، لأجل بلادنا. الهدف واضح والمطالب واضحة على المجتمع الحضرمي أن يفهم وأن يستوعب المرحلة، وأن توقف الناس مع بعض البعض. ما فيش هدف خاص، الناس تضحي من عندها ومزقلين في الجولان هذا، وفي غرب المكلا، وفي شرق الساحل، وفي غرب الوادي، وفي كل أبناء حضرموت قاموا الناس من اللي قاموا مبادرين هذه من عندهم من جهدهم لأجل البلاد. اللقاء معكم نريد نتفاعل كل حضرمي من اختصاصه مع المطالب الموجودة، إعلاميين ونشطاء ومثقفين وقراء وسياسيين وعسكريين وقبائل، كل من موقعه. يا أخي الأجل تحسين الحالة المعيشية اللي أنت فيها، تحسين الكهرباء. يعني أنت تضوي بيتك تحصل الكهرباء طافية، خلاص هذا فيه دافع يدفع بك شخصيا أنت، مو مثل أنك تقوم مع شخص آخر تريد تساند شخص آخر، ولا تساند الحلف، ولا تساند الحلف. هو أخذ على عاتقه هذيك ودفاع عن حضرموت وعن هذا المطالب وتصدر المشهد. لكن النجاح هو بتفاعلكم أنتم، إذا ما تفاعلتم ما بينجح الحلف صدقني، ولا بينجح أي مكون آخر. قام مكون آخر التشكيك فيه، وقام ذي التشكيك فيه، وإذا ما لا نهاية نشكك في بعضنا كلام سرمدي ما لا نهاية أبدا. المطلوب منكم أن تتفاعلوا، أن تنقلوا صورة حقيقية وواقعية عن شيء يعني يرضي ضميركم، ما مثلا الواحد يكتب عن حاجة مثلا ما يقتنع بها. نحن ليس لنا عداوة مع أحد، قد قلنا وجدت حالة فرحبنا بهم وخذنا معارك معهم على أرض الواقع وفرضنا أمن نحن وهم. ما حد شيء أول الصورة أن هذه الناس لهم أهداف خاصة. النخبة ما جاءت إلا بجهود الناس دي. يعني يستنتج العالم الداخلي أو الإقليمي ولا الدولي أن الأمن ما بيكون مضبوط إلا بأهل الأرض. ليش الضبط الآن عندنا؟ لأن أصل الأرض شركاء فيه. إذا ما كان الأمور عبر أصحاب الأرض والأساس ما بتضبط شيء، حتى لو تمت مؤقتة لكن مصيرها الزوال. الأمن بأهل الأرض، الاستقرار بأهل الأرض. عندما يكونوا أهل الأرض مشاركين في العملية السياسية والقرار بتزيد استقرار أكثر لحضرموت وللمنطقة بشكل عام. المهم نحن نرحب بكم ونطرح عليكم أن المطالب عامة ولا داعي نكررها. مطالب الحلف واضحة لكم. نريد الشحنة النفط المتواجدة في الضبة لصالح الكهرباء، نريد حل جذري للكهرباء مش حل ترقيعي 50 ميجا ولا غيره. نريد 500 ميجا شحنة. يعني الأطراف الأخرى المتصارعين الآن في اليمن على النفط كله وعلى الثروات، احنا نقول هذا الشحنة مدامها متواجدة في الخزانات، والآن الناس عادهم في حالة خلافة، تعطى لحضرموت، والخزانات هذه مرهونة تتعبى في شهرين. يعني هذا الموقف بيعزز الحالة الطاقة الكهربائية عندنا بشكل جذري. احنا نعاني، كل مديريات حضرموت تعاني انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير جدا، والناس تتألم وتتأذى من هذا الجانب. والحلول ما بتجيك يعني حلول. يا الرئيس المجلس الرئاسي قال 50 ميجا أو 100 ميجا، 50 للوادي و50 للساحل، والمياه هذه ما عادها ما بتجيك إلا بعد 4 سنين، قلت أنت محتاج 500 بعدها. القصد ما في حلول ترقيعية، والملف هذا بيظل على نفس الطريقة، وهذا عليه مترتبات، قصدي استثمارات، وعليه مترتبات مثلا. والاستثمار هو كله بسبب الطاقة الكهربائية عندنا. الاستثمار كله يروح لمصر ويروح لجهات أخرى بسبب. لو الحالة الكهرباء مستقرة كان الاستثمار متواجد في حضرموت، كانت المصانع بتفتح، كانت يعني قصدي بيشيلوا أيدي عاملة.
هذا الأساس، مقومات الحياة ضروري منها. والآن نحن الحضارة مع بعضنا البعض ضروري نتكاتف لأن نحقق هذه الخطوات، وعندما تتحقق بتنتقل البلاد نقلة نوعية قصدي. لكن إذا بقينا أنت تخيل أن المجلس الرئاسي بالأعضاء الموجودين في رئاسة المجلس لو ما طالب الحلف ولا قام الناس موقف، هل متوقعين منهم أنهم جاتوا يقولوا يلا هذه شحنة نفط كاملة تأخذوها لصالح الكهرباء، هذه 30,000 عسكري تجنيد؟ لو يطالبوا الجانب العسكري ولا قيادة المنطقة ما بيوافقوا لك حتى على 2، وافقوا لك على 3,000 الأمن الوادي، وإلى الآن ما جاوا. قدهم 6 سنين 6 سنوات 3,000 أنتم تسمعوا عنهم كلكم. أمر سابق بتجنيد 3,000 الأمن الوادي، لا جانب مالي اعتمدوا لهم ولا إلى الآن كان مدير الأمن يعاني هناك. هذا ما بتي الأمور إلا بضغط وبتكاتف، ضغط مش على باطل، ضغط على حق. ما دام انك على حق وعاد فوق ضغط ابشر بالنجاح، قصدي ابشر ربي يوفق. ونحن نقول لكل الجهات ورسائلنا واضحة للمجتمع الدولي ان لا سلام. نحن كنا في تواصل مع مكتب البعوث الدولي ونتواصل مع كل الجهات، لا سلام بيكون، ونحن المرة هذه ما بنرضى الا نكون شركاء. حضرموت لا يمكن ان تكون ضمن المعادلة اذا ما كانت شركاء في كل شيء صغيرة وكبيرة. ما فيش حاجة تنقصنا، ما في شيء، عندنا كل المؤهلات كل المواصفات التي تؤهلنا ان نحن نكون طرف. تخيلوا اطراف اخرى لا معهم ارض ولا معهم ثروه ولا معهم شيء، شركاء شراكه حقيقيه في القرار. نحن حضرموت بكبرها وعرضها وطولها بحضارتنا السابقه اللي نتكلم عنها وثرواتنا ونحن نغذي الدوله وغيرها، ما حد يقدرنا حتى ان احنا نكون طرف. المفروض نحن نكون العمود في الدوله، لاننا اهل دوله واهل نظام واهل قانون، وزد على ذلك اننا اهل ثروه واهل يعني احتضنا الدوله منه حامي على المنشات النفطيه. هذا في 2015 في 2014 لما كانت القاعده موجوده، هم اهل حضرموت. اهل حضرموت اللي يحمون القطاعات النفطيه بجهودهم الذاتيه، ولا قدمت لهم الدوله حتى ريال واحد لمده سنه، عام كامل. وبعدها جاءت التحالف ورحبنا بهم واضطرنا الجانب العسكري الشباب يدخلوا في الجانب اللي وسلمنا المنشات هذه للدوله، والى الان تصبر عمل الدوله. هذا جهد كبير جدا. لو في محافظه اخرى كان يقايضوا به، كان يقولوا على الدوله هذا ما بنعطيكم اياه. احنا مقابل هذا كله نريد ان تكون حضرموت شريكه في القرار السياسي، نريد ان يكون اهل حضرموت يعني في مفاصل الدوله متواجدين في كل مفاصل الدوله. يكون لنا التجنيد دفاع عن المحافظه يعني بما يكفي، لان في مخاطر كبيره في اليمن بشكل عام يعني مهدده لكل شيء. ضروري أن تكون عندنا قوة عسكرية كافية، ضروري أن نكون شركة بالقرار، ضروري أن تكون عندنا ملف الخدمات هذا مغلق، يعني ملف خدمات يعني ينتشل من هذا الحال، نغلقه جذري، حل جذري. الآن الحلف تصدر المشهد ليس من فراغ، الناس ما قامت هذه كلها وبعدين بيخرجوا بدون نتيجة. ضروري أن يستجيبوا لنا في الجانب الخدمات، يستجيبوا لنا حتى في الجانب السياسي، أن احنا نكون شركاء. لا يمكن أن نكون معهم ولا تكون حضرموت معهم ما لم يكون هناك وضوح وشراكة حقيقية فعالة. كل طرف يتكلم يقول لك حضرموت أهل حضارة وأهل تاريخ، حضرموت معناه، لكنهم يبغوك شكلي، استحقاقات صفر. نحن مع الدولة وبنقيم الدولة، لكن نريد نصوب الدولة، نريد الاتجاه هذا مش صحيح. أن الدولة تسخر كل شيء على حساب المواطنين. نحن عندنا المصدر الديزل المدعوم هذا من بترومسيلة، المصفى قصدي اللي من بترومسيلة يصفى من حضرموت من تحت أرجلنا، ولا عليه مثل الدولار انك تستورده من برا بالدولار وفي فارق صرف، يعني يلزم الدوله انها اما تدعمه وتكون فيه خساره، او هذا من عندنا يخرب الريال اليمني من 300 من 400 الى 500، يعني ممكن ارفع سقف. مفروض نسبه قليله منها تروح المجتمع السوق المحلي بشعر الكلفه، لا ضرر ولا ضرار، لا خساره على الدوله وخلي الناس تحصل، صح ولا؟ ما تبقى يروح للكهرباء، يروح مثلا تبيع السلطه مثلا في تنمية البلاد في هكذا صعب، لكن المواطن، لكن هذا يقول لك لا نحن علينا التزامات في الكهرباء وعلينا التزامات في الطرقات وعلينا. هل الالتزامات هذه على حساب المواطن قصدي؟ التزامات الكهرباء هي التزامات الدولة مش التزامات المحافظة. الطرقات هي التزامات الدولة، الحكومة هي بالضبط. الصحة التزامات الحكومة، كل هذه الالتزامات مركزية. المورد هذا مورد محلي، المفروض يكون تحت يد السلطة المحلية فقط. نحن نقول لهم نحن أهل دولة، الموارد المركزية تروح، النفط كامل يروح الموارد، لكن هذا المنتج اللي من بترومسيلة هذا محلي، يكون تحت يد السلطة المحلية وتحت يد وجهة حضرموت فيما يخدم أهل حضرموت. هذا بالمنطق قصدي، وبالقانون حتى الحكومة تقع حكومة. إذا نحن نغطي أنفسنا بأنفسنا بس شو داعي في ربطنا بهم؟ إيش اللي يربطنا بهم إذا كنا نحن نغطي كهربتنا نغطي مشاريعنا نغطي طرقاتنا
هذا الموقف اتخذ الحلف، والحلف لا يمكن ينكسر في موقف، ان احنا نطلع في موقف ونظهر منه مهما يكلفنا، مهما يكلف الامر. لكن الى الان نلاقى منهم انهم يماطلوا ويسافوا ويهمشوا حضرموت. الناس في النهايه بيقدموا على اي خطوه، الناس في النهايه بيقدموا على اي خطوه من اجل تحقيق المطالب هذه. لكن اذا بتجيب لك هي احسن، احنا نريدها باقل كلفه تجي علينا وعليهم. لكن اذا هم يريدوا انهم يراهنوا على شق الصف، ولا يراهنوا على عامل الوقت، ولا استنزاف الناس وغيرها، انا اكد لهم ان الحلف ما بينكسر، وان النهايه بتقع عليهم وعلى الكل. احنا مجتمع اهل الدوله ورحبنا بالدوله وسلمنا ارضنا للدوله، والثروات حميناها من القاعده وسلمناها للدوله. اذا الدوله ما هي معترفه بنا ولا بحقوقنا ولا بابسط الحقوق لنا ولا بابسط القيمه، المجتمع الحضرمي سيقرر. الناس ما بيمشي يضلوا يمشوا على الحال هذا سرمدي الى ما لا نهايه. احنا بكم ان شاء الله بنصلوا بالمجتمع الحضرمي، ونريد الناس ان توعى، كل من موقعه يعمل، نفعل العمل. كيف يكون العمل؟ اظهار هذا الصوت عبر الاعلام، عبر الصحافه، عبر كل شيء متاح. اما نحن نظل نجتمع ونزيد نكرر الكلام نفسه، نكرر امس مع وفد سابق، ونكرر اليوم، ونكرر بكره مع وفد ثانيه. نستغل الظرف ونصعد. الان يمكن الكلمه تصعيد الان، ما دام ان الكلمه تصعيد والجمع تصعيد الان، احنا نستغل الظرف ونريد ناتي الحقوق هذه بالكلفه. لكن بكره قد يكلفنا اكثر، احنا نكون على استعداد لاي ظرف كان، لا سلطه ولا منصب ولا جاه، هذا كله ما يشرف اذا ما كانت حاله معيشيه كريمه. حياكم الله. احنا دعيناكم لاجل هذا اللقاء، يعني انتم اصحاب مشروع ونريد مصفوفه مطالب حضاره اللي قد اعلنت واضحه، واللي عندكم شيء حاجه المشروع مشروع الكل. الصحفيين رايهم، والاعلاميين رايهم، والوجهه وكل شيء. المهم في نقاط عامه الناس تتفق عليها، مطلوب التفاعل اكثر شيء، على اكثر نطاق من شان انفسكم. واللي يراهنوا على عامل الوقت، ولا يراهنوا على ان الناس بتفشل، هذا كلام غلوط عندهم. لكن هناك اعلام يستهدف الحلف، هناك اعلام يستهدف حضرموت، وحتى النخبه نفسها ما يريدوها الناس كلها. الحلف مكون مستقل، ماشي له عداوه مع حد. يمكن قام مكون اخر ولا شيء له، او حزب له عداوه مع حضرموت، او له عداوه مع اطراف في حضرموت اخرى، قد يكون الناس هذا معهم موقف منه وقد مجرب وكذا. الحلف ايش اللي موقف منه؟ ايش العداء اللي مع الحلف؟ الحلف هو ما تكون الا من الحضارم كلهم، وتكون من راس حضرمي داخلي، ما له علاقه خارجيه ابدا، ولا وصايا عليه ابدا من اي جهه. ايش اللي يمنع الحضارم انهم يعني يأيدوا هذا الصوت؟ ما فيش اي عذر قصدي يمنعهم، غير ان الناس توقف وكلهم بكلمته وكلهم بما يستطيع. المهم حياكم الله، ونحن مرحبين بكم مره ثانيه، وان شاء الله واي حد عنده حاجه بنسمع منكم. نريد خلاصه توصل للحضارم، واجب المقام على هذه الاهداف. حياك الله.